السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مقدمة عن الأساليب المستخدمة في تحليل السلوك التطبيقي، وهناخد كمان أول أسلوب وهو التعليم باستخدام أسلوب المحاولة المستقلة أو المتميزة. تعالوا بقى يلا نبدأ مع بعض. تحليل السلوك التطبيقي ال ABA هو علم بيدرس السلوك الإنساني وبيشتغل على تعديله من خلال استراتيجيات مدروسة، يعني بهدف ان هو يعلم المهارات الاجتماعية والمعرفية واللغوية وكمان تعديل السلوكيات الغير مرغوبة. رغم ان الجذور الاولى لتحليل السلوك بترجع للعالم الامريكي سكينر في الثلاثينيات من القرن الماضي، لكن بقى ال ABA او تحليل السلوك التطبيقي بشكله المعروف دلوقتي بدأ يظهر بشكل فعلي في الستينيات على يد الدكتور إيفار لوفاس، لما طبق برنامج مكثف على أطفال التوحد بواقع 40 ساعة تدريبية أسبوعيا لمدة سنتين، وكانت كل حالة ماشية بخطة فردية لتحديد سلوكيات معينة محتاجين نوصل لها. النتائج بصراحة كانت مبشرة جدا، حوالي 50% من الأطفال المشاركين حصل عندهم تحسن كبير وملحوظ، كمان قدروا يلتحقوا بالمدارس العادية، وده أكد أن تحليل السلوك التطبيقي مش بس أسلوب علاجي، لا، ده أداة فعالة لتعليم السلوكيات المرغوبة اجتماعيا. من هنا بقى ظهرت مجموعة من الأساليب اللي بنستخدمها داخل تحليل السلوك التطبيقي. من أشهرها وأقواها الأسلوب اللي احنا هنشتغل عليه في الفيديو ده، أسلوب اسمه المحاولة المستقلة أو المتميزة. المصطلح بيقوله اللي هو DTT. تعالوا بقى نشرحه. يبقى أسلوب المحاولة المستقلة ده أسلوب تدخل منظم جدا وشائع جدا في برامج تحليل السلوك التطبيقي. طب خصوصا مع مين؟ مع الأطفال اللي عندهم توحد. الأسلوب ده بيقوم على تقسيم المهارة لمجموعة خطوات صغيرة، كل خطوة بيتعلمها الطفل من خلال محاولة مستقلة واضحة المعالم. طب ليه اسمه كده؟ سؤال جميل. دي محاولة مستقلة لأن الهدف إن الطفل يتعلم ينفذ المهارة بنفسه من غير مساعدة، يعني يبقى حاسس بالاستقلالية. طب ليه متميزة؟ لأن كل محاولة بتكون منفصلة عن اللي قبلها، وبيتم فيها تقديم مثير مختلف أو بنفس الطريقة مع اختلاف ظروف الطفل. الهدف الأساسي إن احنا ننقل الطفل من مرحلة التوجيه والتلقين لمرحلة الأداء المستقل اللي يقدر يطبقه في مواقف الحياة اليومية. كلام جميل جدا. طب إيه هي خصائص هذا الأسلوب؟ أول حاجة بيعتمد على التكرار عشان الطفل يثبت المهارة ويتعود عليها. بيتطبق يوميا ولساعات طويلة عشان يبقى فعال. بيشتغل بخطة فردية مفصلة لكل طفل لوحده. بيعتبروا لوفاس علاج لطفل التوحد. كمان بنسحب التلقين تدريجيا أول ما الطفل يثبت الاستجابة. كل جلسة فيها محاولات كتيرة وكل محاولة منفصلة ومستقلة. تعالوا بقى نروح لخطوات تنفيذ هذا الأسلوب. الخطوة الأولى تقديم المثير التميزي، هو الشيء اللي بيخلي الطفل يبدأ يتصرف أو يستجيب. ممكن يكون اللي خلى هذا الطفل يبدأ يتصرف شخص يكلمه، أو صورة قدامه، أو كلمة مكتوبة، أو تطبيق على الكمبيوتر أو على التابلت. مثال، لما تقول للطفل هات الكورة، ده المثير التميزي. الخطوة الثانية إن الطفل يقوم بالسلوك المستهدف. طيب هنا الطفل يستجيب بناء على المثير اللي تقدم له. لما قلت له هات الكورة، الطفل بدأ يروح يجيب الكورة ويحطها في إيدك. 3. تقديم التعزيز. لو الطفل استجاب بشكل صحيح لازم على طول ياخد ياخد مكافأة أو مدح أو لعبة هو بيحبها، أو تقول له مثال برافو شاطر، أو تديله أي بونبوناية. رابع خطوة تعميم المهارة. بعد ما الطفل يتعلم السلوك نبدأ نعلمه يطبقه في مواقف تانية مع ناس تانية وبطرق مختلفة. مثال، بدل ما يجيب الكورة لما انت تطلبها منه، لا، ده احنا نعلمه يجيبها لما اخوه يطلبها او لما يشوف صورتها. يبقى دي تعميم المهارة. كمان في خطوات خاصة بحالات الخطأ. طب وارد جدا ان الطفل ده تقول له هات الكورة ما يجيبهاش او يجيب حاجة تانية. نعمل ايه؟ أول خطوات هذا الأسلوب الخطأ تقديم المثير المتميز أو المميز. زي ما قلنا نقول له هات الكورة، ده المثير. الخطوة الثانية الطفل يعمل سلوك غير مستهدف، يعني يجيب حاجة تانية أو ما يعملش حاجة. الخطوة الثالثة نستخدم الإجراءات التصحيحية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نوجهه بلطف ونساعده يتذكر، زي ما نقول له ركز فين الكورة، أو نشاور عليها
دي اسمها الإشارات التذكيرية أو التلقين. الخطوة الرابعة الطفل يعمل السلوك المستهدف. دلوقتي الطفل بقى فهم وراح جاب الكورة، يبقى كده كويس جدا. نعمل له ايه؟ نعززه، يعني نعمل له التعزيز، نمدحه، نكافئه عشان يعرف ان دي كانت الاستجابة الصح. نقول لكم بقى ملخص الفكرة عشان نختم الفيديو الجميل ده. نقول اسلوب المحاولة المستقلة او المتميزة بيعتمد انت تقسم المهارة كويس قوي، التكرار كتير، المثير يدي استجابة يدي تعزيز، استخدام التلقين عند الخطأ، نسحب التلقين تدريجيا، نعمم السلوك في مواقف مختلفة. يبقى احنا هنا بقى اتكلمنا على حاجتين مهمين جدا. أول حاجة اتكلمنا عن مقدمة عن الأساليب المستخدمة في تحليل السلوك التطبيقي، وبدأنا بأول أسلوب هو التعليم باستخدام أسلوب المحاولة المستقلة أو المتميزة. تعالوا بقى نروح للحالة الثانية أو الأسلوب الثاني، نسق التواصل بنظام تبادل الصور، البيكس. ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. منتظركم هناك. السلام عليكم.